سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. مالك يابا، في ايه؟ شايل هم كده ليه؟ قلتلك 100 مرة يا حموكشة ما تسرقش عربيات وانا معاك. هنفضل ناخد على قفانا لحد امتى؟ انا قفايا ورم، حرام عليك. انا بقيت بروح القسم اكتر ما بروح بيتنا. بطل خوف وجبن يلا، بطل خوف وجبن. وبعدين احنا رايحين نخلص ورق التجنيد علشان ناخد الاعفاء. تيجي انت تقولي عايزين نروح مواصلات؟ مواصلات مين؟ وبعدين انا هعمل ايه بالعربيه؟ انا خدتها وهرجعها، ولا من شاف ولا من دري. وبعدين اتاكدت ان هي عربيه حد عادي مش ظابط. ماشي يا حموكشة، بس اعمل حسابك لو حصل حاجه هتكون دي اخر مره تسرق عربيه وانا معاك فيها. ماشي، بس بطل الجبن اللي انت فيه ده والخوف. كفايه بقى، انا حاسس اني واخد ابن اختي معايا. ابن اختك؟ ماشي سوق يا اخويا، سوق على مهلك سوق، احسن بكره الدنيا هتتطربع على دماغنا ودماغ اللي خلفونا. سوق. مساء الخير، احنا جايين علشان نخلص ورق التجنيد. طيب لحظة واحدة اشوف البيانات. اديني اسمك انت وهو. انا اسمي حموكشة، هتلاقيه حموكشة في البطاقة. حموكشة الناس فاكراني ده اسم شهرة، لا انا في البطاقة اسمي حموكشة. ابويا حب يميزني فسماني حموكشة، حب يرقيني فسماني حموكشة. فانت مش هتلاقي حد غيري اسمه في البطاقة حموكشة. وانا اسمي احمد علي السيد محمد. ماشي، خليكوا لحظات بس معايا. ماشي. انت يا حموكشة، انت مش واخد تأجيل، انت واخد طرد. انت مطرود يا حموكشة من التجنيد. ليه؟ صحيفتك سودة يا حموكشة، صحيفتك اسود من اسود صفحة يا حموكشة. تجار المخدرات ما عندهمش سواد صفحتك يا حموكشة. ماشي يا عم، عرفنا ان انا صفحتي سودة. مش فاهم يعني، وبعدين تجار المخدرات ايه اللي ابيض من صفحتي؟ لا ده انتوا بس مش شايفين شغلكم كويس عشان كده صفحتهم بيضة. ماشي يا لمض، ماشي يا لمض، انا ممكن احاسبك على الكلام ده، بس انا هعمل نفسي ما سمعتش. اما انت يا احمد فورقك ناقص اصلا، انت ما كملتش اوراقك. نعم؟ ازاي؟ لا انا جايب كل اوراقي. لا كل اوراقي كاملة، انا ورقي كامل. ازاي ده؟ هو ايه اللي ناقص؟ ناقص بيانات زوجة الاب التانية. الزوجة التانية؟ لمين؟ بتاع مين الزوجة التانية؟ زوجة مين؟ زوجة الاب التانية يا ابني، عايزين بياناتها. نعم. ايه ده؟ هو انت ابوك متجوز على امك؟ مش عارف، انا اول مرة اعرف حاجة زي دي. يا نهار اسود، ابويا متجوز على امي؟ ازاي ده؟ يا لهوي، ده لو مخلف كمان عيل تاني زيك يبقى انت لبست يا معلم. حضرتك متأكد من الحكاية دي؟ انا ابويا متجوز على امي؟ انت متأكد من الموضوع ده؟ ايوه يا ابني، ظاهر عندي على السيستم ان ابوك متجوز 2. هو الحل يا حموكشة؟ هعمل ايه انا دلوقتي؟ هو انا بالنسبه لي كده ورقي خلص. بالنسبه لك انت هتروح لابوك وتخليه يديك بيانات مرات الاب التانية. حق لو كان ابوك متجوز على امك احلى ذل لابوك يا معلم، مش هيقدر ينطق قدامك بحرف. انا في ينطق بحرف ولا حرفين دلوقتي؟ ولا انا على مرات ابويا التانية دي اللي ما اعرفهاش؟ يا لهوي يا لهوي، لو كان مخلف يا لهوي. انا كده هبقى لبست، انا كده هبقى لبست وانا عامل حسابي على الاعفاء، عامل حسابي اني وحيد. طب ما هنسال الراجل الطيب اللي قدامنا ده، يمكن قدامه اي حاجه ظاهره ان عنده عيال تاني ولا لا. لو سمحت، هو مش باين عندك هو مخلف غيري يعني ذكور ولا لا؟ لا مش باين عندي. والحل يا حموكشة هعمل ايه دلوقتي؟ تعال نروح لابوك يا ابني، تعال نروح لابوك ونعرف ايه الحكايه. ويا خبر دلوقتي بفلوس، بعد شويه يبقى بلاش. ماشي يلا بينا. هو الواد فين يا سعاد؟ الواد راح يشوف موضوع التجنيد عشان يجيب ورق الاعفاء يعني. ماشي، حضر لنا الغدا بقى. ماشي يا اخويا، اهو العيال جم اهم. انا هحضر لكم الغدا يا ولاد. ماشي. ازيك يا بابا، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه، خلصت ورقك ولا لسه؟ لا لسه. بابا، تعرف واحدة اسمها ليلى السباعي؟ ليلى السباعي؟ انت جبت الاسم ده منين؟ لا ابدا يابا، طلبوا بس مني بياناتها علشان تتضاف مع ورق التجنيد، على اساس انها مرات ابويا طبعا، اللي هي مرات حضرتك يعني، ولا انا ليا اب تاني. ايوه يا ابني، دي كانت بنت الجيران واول حب والبتنجان اللي كنا بنسمع عنه ده، واتجوزتها وقعدنا سنه متجوزين وطلقتها. بس الكلام ده من 30 سنه، يعني الموضوع اصلا قديم، انا اصلا ما افتكروش. من 30 سنة؟ الله، امال ليه ظاهر على السيستم ان انت متجوزها واسمها ليلى السباعي؟ مش كده ليه يا حموكشة؟ ايوه، الموظف قال لنا كده، قال ان انت متجوز واحدة تانية وادانا اسمها. حصل ابنك بيقول الحقيقة.
علشان كده مرضيش اقول قدام ماما لغايه لما اعرف منك الحكايه. امك تعرف يا ابني، امك تعرف ان انا كنت متجوز. بص يا ابني، انا كان عندي 20 سنة، يعني تقدر تقول كده اتخرجت، وكانت بنت الجيران من الاخر كده قفشونا في وضع مش مظبوط يعني. كنت زناها على السلم فجوزونا. جوزونا ولمونا. بس منفعتش معاها الصراحة، لان انا ما كنتش شغال وقتها، وهي كانت تحب الفسح والخروجات، عايزة حد يصرف عليها، محتاجة ساري خليجي حضرتها. عشان كده اتطلقنا. وأنا اتجوزت امك بعد ما كنت اشتغلت، وامك الصراحة كانت وشها حلو عليا، واتوظفت واشتغلت، وربنا كرمنا وخلفناك لغاية ما خيبت املنا. خلاص، تعالى معايا، خلصت الموضوع ده. لحسن ان انا ظاهر هناك ان انا ورقي ناقص، مش عارفه اخلص التجنيد. يعني اكيد يا ماما مش متجوز ولا مخلف غيري، علشان انا عايزه اضمن الاعفاء. والله كان نفسي يا ابني اكون مخلف 10 غيرك، عشان ادخلك الجيش وعشان تتربى كويس فيه. لكن الحقيقة لا، مش متجوز صراحة تاني، ومش مخلف غير من امك. خلاص، يلا بينا نروح. يلا بينا يا ابني، يلا نروح. يا سعاد، فين الغدا يا سعاد؟ انا جعان قوي، العيال مرمطوني في المشوار. شكرا يا بابا، شكرا. الحمد لله طلعت فعلا مش متجوز، طلعت مطلق. انا مبسوط قوي الحمد لله، وخلصت ورقي. ماشي، يلا غور من وشي. ايه يا بابا، في ايه؟ الله، قلبت تاني؟ قلبت تاني؟ ما انت كنت كويس. طبعا ما هو واثق من نفسه دلوقتي، لكن لو كان متجوز كنا مسكنا عليه احلى زله. عشان كده قلب تاني. يلا يا ابني نمشي قبل ما نتعلق انا وانت. صح والله، انت عندك حق يا حموكشة. 3 دقايق لو لقيتكوا قدامي هتتعلقوا. 1 2. الغدا يا سعاد، الغدا بسرعة.